شوفوا يا حلوين، اليوم حفتح عيونكم كيف تنقي رافعة تقدر تحطها تحت أي سيارة. الرافعة اللي تقدر تحطها تحت أي سيارة أول حاجة لازم تكون لو بروفايل، يعني تكون مرة نازلة تحت. كيف تكون نازلة تحت؟ أول حاجة يكون النوز تبعها اللي هو هذا اللي يرفع، تمام، يكون مرة قدام، شايفين؟ ويكون النوز عند الكفر، شايفين؟ يعني ما يكون هنا فوق، يكون النوز عند الكفر، شايفين؟ وتكون هذا الذراع طويل، ويكون هذا الذراع طويل، وعلشانه طويل لازم يكون قدام، شايفين؟ وتيجي تحط أصابعك على الكفر أو على الارتفاع 4 أصابع، 4 أصابع و5 أصابع بالكثير، 4 أصابع، شايفين يا شباب؟ واضحة الفكرة؟ الآن هذه سيارة بنتي، تمام، سيارة صغيرة حق لعب. شوفوا ما شاء الله من كتر ما هي نازلة على تحت، إيش أقدر أسوي؟ أقدر أحطها تحت السيارة، أقدر أحطها تحت السيارة، بمعنى إنه هذه مرة لو بروفايل، لو بروفايل، مع إنها صغيرة وخفيفة، تمام، ورخيصة، لكن في نفس الوقت لازم تعرف انت كيف تنقي، كيف تنقي رافعة. يعني هذا تقدر تشيلها معاك في السيارة، تخليها في السيارة، تمام، ما هي كبيرة زي حق البناشر، هذه تعتبر صغيرة جدا، تقدر تشيلها معاك في السيارة. بس كيف تنقيها؟ هذا تكون طويلة، نفس الوقت طويلة، النوز عند الكفر، الكفر 4 أصابع طالع ومكانه قدام، شايفين؟ وهذا طويل. بس إذا عرفت تنقي رافعة حتقدر تاخدها معاك في السيارة، وحتى لو قدامك كورفت بإذن الله تقدر ترفعه. واضح الفكرة يا شباب؟